السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش تحطوا اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا اي فيديو جديد. ودلوقتي نقول يلا بينا على طول نشرح ايه الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا يا جماعة الوقت لسه صاحي يعتبر، فدخلت بقى شربت كوباية المية بتاعتي وقلت يلا بينا على طول نخش نعمل الفطار ونشوف ورانا ايه بقى مع بعضينا كده كلنا سوا. فدلوقتي على طول مش عايزة اكتر عليكم المقدمة، مش عايزاها تبقى طويلة. فدلوقتي سوري يا جماعة لو صوتي منبوح شوية. فدلوقتي بقى هنخش على طول على ايه؟ على المطبخ عشان هنجهز بقية الحاجات، يعني هنجهز الفطار كله مع بعضينا النهاردة. والوقت نقول يلا بينا. وهنا يا جماعة بقى البطاطس المسلوقة ومعانا الفول. يلا بينا بقى ايه على طول نخش على الأكل على طول. أول حاجة بقى هعملها وهي المشي. هتجيبي طماطميتين على خيارة، او لو انتي مش عايزة خيار ممكن تحطي طماطميتين، ممكن تحطي فلفل لو عايزة، عادي جدا. والفول بقى لو انتي يعني لسه جايبة الفول هتحطي طحينة ودقة وبعدين تقلبيه. لو يعني مثلا عاملاه وسايباه فتحطي مية وتسخنيه على طول. بس كده على طول بقى نخش على المشي على طول عشان نحضر كل حاجة مع بعض. اول حاجة بقى هنجيب القطاعة والسكينة عشان نقطع عليها على طول. بس قبل ما اجيب القطاعة بقى هجيب المش. انا كنت عاملاه من امبارح، اتبقى مني مش بطحينة، فرحت قلت ايه بقى، قلت انا هاخد منه معلقتين واحطه واعمل بقى ايه مش جديد. هو ده مش بطحينة بس، يعني مش هحط عليه طماطم او حاجة، لا. انا كنت عامله امبارح بس كانت مني كميه كبيره وكده، فرحت ركنت حبه منهم في طبق والحبه الباقيين عملت بيهم مش. فالوقت بقى هاخد من ال من المش بطحينه ده ايه معلقتين، وهسيب الباقي في التلاجة لتاني يوم. وبعديها بقى هطلع الطماطم وكل حاجة عشان نعملهم، يعني نقطعها مكعبات صغيرة ونحطها في المش ونقلب بقى كله مع بعضه. لكن ما تحطيش تاني طحينة، هي مرة واحدة بس ساعة لما عملتيها. وبس كده هاخد بقى المعلقتين واقلب كله مع بعضه على طول. هجيب بقى برضو الطماطم ويلا بينا على طول عشان نقطعها مكعبات صغيرة زي ما بقولك كده، علشان بعد الفطار لسه قدامنا حاجات طويلة خالص. فيلا على طول نجيب الطماطم ونقطع. انا جبت 4 طماطمايات. طب ليه؟ علشان انا هخلي الاتنين وهقطع 2 على المش. يلا على طول بقى نقطعهم كده. وجبت الخيارة. ممكن تستغني عادي عن الخيارة لو انت مش عايزاها، عادي تعملي مش الطماطم بس. وعادي برضو لو انت عايزة تحطي فلفل ممكن تستغني عنه برضو عادي. انا حطيت الاتنين علشان يعني بعمل كتير قوي بالطماطم، فقلت بقى لما اغير اعمل مش بالطماطم والخيار مع بعض. بس كده هنروق بقى كل حاجة حوالينا وبعدين نجيب القطاعة هنجيب القطاعة ونقطع الطماطم عليها. بس قبل ما اجيبها بقى زي ما بقولكم كده هنحط الاكل كله، يعني مثلا فلفل مسلوق حاجة كده زي كده بقى هنحطها على الصينية نوسع مكان.
وهقطع بقى الطماطم كده مكعبات، تقسميها بالنص وتقطعي بقى كده وحايد، وبالعرض برضو ايه بتاعها بقى مكعبات. بس سهلة وسريعة وهتخلصيها على طول. ما تقوليش لا ده صعب ده حاجته كتيرة. عقبال ما البطاطس تتسلق تكون انت بتعملي كده، مش تستني البطاطس تخلص وبعدين تبتدي في الاكل، لا، ابتدي على طول في الاكل. يعني خليكي شغالة في الاكل وهي البطاطس بتتسلق على النار. وهقطع بقى الطماطميتين وهنحطهم على المش على طول، وبعديها نروح نسخن الفول ونسخن بقية الاكل، ولسه في حاجات قد كده. بس كده على طول. وبعد ما اخلص الطماطم هنقلب بقى المش والطماطم كده مع بعض. وبرضه بعد ما نخلص الخيار برضه هقطعه مكعبات صغيرة. وبعد ما اخلص الاتنين هنزلهم على المش بتاعي، وهنزل الطماطم. وبعدين هجيب الطماطم زي ما قلتلكم الخيار واقطعه طرنشات كده، وبعدين مش طرنشات يا جماعة، هقطعه مكعبات. وبعد ما اخلصه هحطه على المش وهدمج بقى الاتنين مع بعض، وعلى طول كده جاهز معانا المش بتاعنا. وكده يبقى جاهز للتحضير. وقلنا تاني أكلة وهي معانا الفول، هحط عليه بق مية كده، يعني نقطتين مية، وهحطه على النار يسخن. وعقبال ما يسخن هعمل ايه بقى؟ هختبر البطاطس هشوفها استوت ولا لا. يعني هخلص المشي وبعدين هروح اختبر البطاطس. وانا بحط الفول يعني ميه وهحطه على النار. سهلة وسريعة، اكلنا سهل وسريع. بس كده قطعنا الخيار وهحطه بقى على طول كده على المش، وهندمج كله مع بعض. وادمجهم بقى كده حلو، وهتدخل يعني بصوا الطماطم والخيار في المش، خليهم ياخدوا ايه بقى التطعيمة والحاجات كلها يعني وكده. فكده بقى بعد ما خلصت المش بصوا تحفة. تقولوا لي سايبة ليه المعلقة؟ عشان احنا هننقله برضو في طبق تاني عشان يبقى شكله حلو، بس مش دلوقتي، لما نخلص كل حاجة نحطها في طبق حلو. وبرضو لو حد عايز يعمل سندوتشات فالمقلعة موجودة. ودلوقتي بقى الفول حطيت عليه مية، ونجيب بقى المقلعة كده ونقلب الفول والمية مع بعض لحد ما يدمجوا. وبعد بقى ما نقلب الفول مع المية هنحطه على النار، وهختبر بقى البطاطس معاكم. ادي بقى شوكة وطبق، ويلا بينا على طول نختبر البطاطس بتاعتنا. اهو لقيتها، قبل ما اخدها اقلبها الاول، لقيتها بقى يا جماعة مهارية. هتشوفوا الوقت كل حاجة. قلبتها الاول وبعدين شلت البطاطساية عشان ممكن اخد من فوق تبقى نية ومن تحت مستوية، وممكن اما اقلبها كده. بس قلبتها لقيتها بقى مهارية وكده، فقفلت عليها. قلت المية يعني وريتها لها عشان بيقعدوا يقولوا لي هي بس هي مستوية على، فوريتها لها وقالت لي بس كده كفاية استوت. فشلتها بقى عشان نصفيها على طول. فضلت ادور على المصفى ما لقيتهاش، فهتلاقوني يعني مش قدام الكاميرا قوي علشان انا كنت عماله ادور على المصفى عشان مش لاقياها.
قلت لماما مش لاقيه المصفى، قالت لي لا هتلاقيها. ففضلت ادور لحد ما لقيتها، وبس شلت البطاطس. فبدور بسرعة عشان المية المغلية هتخلي البطاطس تدوب، وانا لقيت المصفى. فمن كتر السخونية بتاعت المية هتخلي البطاطس تسيب بقى، ما كأنها لسه على النار، لازم تبرد علشان ما تسيبش. فبقى لقيتها على طول، ويلا بينا على طول نحطها. وهنا بقى الفول لقيته بيغلي بيغلي بيغلي، فقلت يا لهوي. بوريكم، مش معجبة بيه والله يا جماعة، شكله حلو قوي. فهسخن بقى ايه، ههرس اول حاجة البطاطس كلها في بعضها، وتاني حاجة بقى هنعمل ايه، هنحط عليها معلقتين سمنة ونقلبهم وعلى النار ونحطهم على طول. بس برضو ما تستعجليش، لازم تهرسيها حلوة علشان هتطلع نية، لو ما هرستهاش تطلع بالقطعة بتاعة البطاطس. فانا فضلت اهرس فيها لحد ما ايه، بقت خلاص كلها كده، بقت حاجة يعني ما فيهاش قطع، ما فيهاش قطع حاجة خالص، بس كده. فهرستها بقى حلوة. هي اصلا انا كنت مفروض احط وهي بتتسلق معلقة، انا بحط شوية ملح بس نسيت، فحطيت قبل ما اسخنها دقة. فبعد ما سخنت يا جماعة فعلا كان طعمها مش محتاجة ولا دقة ولا حاجة، كان طعمها حلو اوي. لسه جايبة المعلقة عشان اقلبها ونسيت اني احط السمنة، رحت جبت معلقة تانية عشان احط السمنة. فقفشت السمنة بقى كده على طول، فتحتها ويلا بينا على طول نحط على البطاطس. انا كنت على فكرة مش حاطة معلقتين سمنة، لا انا كنت بحط نصاص ما كترتش. فشيل بقى تاني السمنة مكانها علشان ماما ما تزعقليش يعني. فهنا بقى ايه خلصنا كده، فهدمج كله بقى مع بعضه وبعدين على طول على النار. شلت بقى مقلعة البطاطس وخليت مقلعة السمنة، لان مقلعة السمنة هتبقى شاربة السمنة كلها وهيبقى فيها كل ايه السمنة وكده. فقلت لو نزلت السمنة كده مش هبقى مستفيدة، فمش هبقى مستفادة فمستفيدة مش هبقى مستفادة من المقلعة التانية. فقلت بسيبها كده، وحطيت بقى زي ما انتوا عارفين قلت لكم في الاول هحط دقة. فحطيتها وهقلب كله مع بعضه وعلى النار، يعني انا كل حاجة بدمجها وبعدين بحطها على النار بس كده. فوانا بعمل بقى لقيت ان الفول عمال يغلي يغلي يغلي، فانا مكنتش واخده بالي اصلا. فسخنته على طول، يعني ولعت الكبريت سخنت ده وسخنت ده. فقلت عشان الاتنين يسخنوا، يعني الفول ما تعملوش اول واحد هيبرد وهتعوزي تسخنيه تاني. بصوا موال. وهنا بس زي ما انتم شايفين كده هنقلبها حلو وكويس كده. فانا مركزة مع البطاطس. فبص جنبي لقيت الفول بوم 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 بوم. خلاص البتاع هيبوظ فهيشيت يعني، فروحت شلته على طول من على النار. وفي نفس الوقت البطاطس كانت هتشيت، مش عارفة هعمل ايه. فروحت على طول قفشت البطاطس غرفتها هي الاول، ورحت جاي على الفول. هجيب له طبق يعني وكده ونغرفه برضو زي ما خرفنا البطاطس. هنغرف يعني البطاطس ما نغرفش الفول، الفول يزعل. وبرضو يعني نغرف برضو البطاطس والفول، والمش لا المش يزعل، فهنغرف برضو المش. هسوي بقى ايه الاول البطاطس، بعدين بقى هعمل عليها كده اشكال وهسيبها. فبعد ما ظبطتها بقى هنحطها في مكانها، وبعدين هنعمل الفول. انا رايحه جايه رايحه جايه ناسيه الفول خالص، ومش واخده بالي باي حاجه. ماما قالت لي هاتيلي مصفى، فقلت لها خلاص ماشي.
فرحت جبت المصفى ونسيت اصلا ان ممكن تحط عليها دقة او فلفل اسود، بس انا زي ما حطيت فالدقة خليتها حلوة مش عايزة تاني خلاص. فقلت خلاص بقى وهنا لحقت الفول على طول فشلته وخرفته. ده يا جماعة كان سخن قوي خراش. بس كده نغرفه برضه، احنا قلنا نغرفه. يلا لو وصلتي معايا لغاية هنا متنسيش تنزلي تحت وحطي اللايك وشير وسبسكرايب. هو سخن عشان كده كنت افشل بالماشي يا جماعة، سخن اوي ما بقولكوا كان هيشيط خلاص. خلاص سخنت انا عارفة، بس ثانية واحدة خرفته كده شوفوا حلو جدا. كمان المش هنخرف، بس المش بقى هنجيب له طبق غويط شوية علشان المش كتير فمش هيجي في الطبق التاني. فرحت جبت الطبق ده وحطيت فيه المش كيفي بالظبط. بس كده بقى المش بتاعنا معجبة بيه والله يا جماعة، شكله حلو قوي. ويلا بينا نخش على المرحلة اللي بعدها. يعني خلاص كلنا وعملنا كل حاجة، عايزين حاجة فريش الجو نار فهنقطع بطيخ. هقطع بقى نجيب القطاعة ونعمله بقى طرنشات. فيلا بينا على طول نجيب القطاعة عشان نقطعه عليها ونعمل البطيخ. نجيب بس السكينة وهنقطعه على طول. ايه يا جماعة بص كانت بتاعها معلقة اصلا السكينة كانت هتتكسر، فقلت اهدي كده واستهدي بالله علشان ماما واقفة معانا. بس انا اللي عاملاها، في حد يعرف يعملها؟ لا طبعا. جميلة يا جماعة، تحفة جدا. دلوقتي هنقطعها بقى ايه مثلثات. في ناس ما بتحبهاش بقشرها برضو هنقطعها عادي كده، فانا كنت هقطعها من غير قشر بس قلت لا هقطعها بقشر. في حد يعرف يعمل مثلث كده؟ لا طبعا انا بس. فقطعت بقى كله كده على مثلثات، وهقطع برضو تاني حته ونقطع بقى في الاخر حته من غير قشر. جبت الطبق ده بقى هرص فيه يعني كل بطيخ. ما جاش واقف، قلت له خلاص تعالى نايم. فرحت بقى عملته نايم كده وقطعت حته كمان ونحط بقيه البطيخ برضو جنب بعضه، وبعدين هنجيب المقشر في طبق لوحده، مقشر من القشر. قطعيها بقى متساويه كده وحلوه. فانا قطعت الناحيه التانية ويلا بينا على طول مثلثات مثلثات مثلثات. بعد ما قطعت دي بقى عملت ايه؟ رحت على طول اقطع مكعبات متقشرة يعني من القشر، مش هجيبها من القشر فحطيتها على طول مكعبات. كده خلصنا الفطار بتاعنا، يلا على طول بينا ناكلها. اقطع دي وارجع. بصوا كده ده فطرنا كله، والبطيخ المثلثة محدش يعرف يعملها اصلا. بصوا الفطار فعلا يا جماعة كان حلو قوي رايق. احمد بقى عمال اقول له سر مش راضي يوصل، قلت له خلاص ان شاء الله انا فضلت عيل ايديه بكسبه في المقالب. بس بصراحة يا جماعة الأكل كان طعمه جميل قوي عشان انا عاملاه. لا فهنروح تعرف تعمل حاجة عشان مش انا اللي عاملاه. فبقى هدعك على طول البوتاجاز لما هو حاضر لما خلص. فعلى طول دخلت على البوتاجاز ادعكه كده علشان لقيته وسخ جدا، والمواعين بس هعملها برضو بس نخرج نخلص اللي ورانا وبعدين نشوف. مواعين فدعكتها بقى
ونمسح بقى بعد ما تدعجيها. امسحها الاول بفوطه مبلوله وبعدين بفوطه ناشفه وبس كده. فيلا بينا بقى ايه على طول على الصالون. لقيته نضيف يا جماعه اعمله؟ لا طبعا. فقلت اما اقعد بقى ايه بصيت حواليا اشوف الاول في حد كده ولا لا. قلت بقى ايه اما اقعد اتكلم معاكم شويه. ففضلت اتكلم فالوقت غتني قوي. فبقى ايه فنسيت اصلا ان انا بصور. فروحت في دواني الكلام. ففضلت طبعا اتكلم معاكم اقول لكم يا جماعه. وبقول لكم بقى ايه اللي يا جماعه لسه ما راحش شايف الفيديو اللي فات هو نزل. روحوا بسرعه شوفوه. اللي لسه ما حطش لايك وشير وسبسكرايب يروح بسرعه يحطهم. مستنياكم كلكم في الفيديو اللي فات كلكم تروحوا تشوفوه ان شاء الله. ف قولوا لي بقى روحوا بسرعه جربوا الفطار اللذيذ الجميل ده وقولوا لي ايه يعني. بصوا قولوا لي عجبكم ولا لا واعملوه ساعدوا مامتكم يعني ساعدوها. وشوفوا بقى شغل البيت. ما هي برضه مش هتشيل كل حاجه على دماغها لازم نساعدها وكده. فانا بقى كل شويه حد من جوه يناديلي وانا لهم ايوه بروق. وانا اصلا يا جماعه الصالون انا روقته تاني لا خلاص. ففضلت بقى اتكلم معاكم. وبعدين بقى قمت كاني بروق بشوف الحاجات. فالحاجات اصلا يا جماعه نضيفه. فروحت عملت ايه بقى قلت لهم خلاص روقت كل حاجه ويلا بينا على طول نخرج على البلكونه. فخرجت بقى على البلكونه مسحت كده ايه المدخل. وبعدين هعمل ايه بس يا احمد بقى. فايه بقى دخلت على طول نسيت اجيب الكوبايه واحمد مش راضي يجيبها وانا مش قادره اخش الصراحه يا جماعه. اليوم كان متعب جدا. رحت قفشت الجردل يعني وصلت الدنيا بالجردل. وبعدين بقى ايه مسحت كده شلت بتاع الغساله دي وشلت الكرسي كده على ورا. وقلت يلا بينا نمسح يا بت. حد اللي عنده حاجه لا احنا بنمسح. البيت بتابونا ويجي الغرب يطردوني. قولي يا بنتي قولي. ابعدي بقى. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ بقالي كتير قوي ما بكلمكمش بس جيت النهارده اكلمكم. انا بقى اللي هقول لكم دلوقتي مثلا كنوسي يا بنتي بيتك ورشه ما انتش عارف مين هيخش. وفي مثل البنت جنى قاليته قولي سرقة مني صح؟ لا يا حبيبتي انا اللي قايله لك الامثال دي. البيت بتابوني ويجي الغرب يطردوني. يعني انا بمسح حد يجي يقول لي من جوه خشي يلا من البلكونه. هقول لهم لا البيت بتابوني يجي الغرب يطردونا. في برضو عقليه. وهنا يا جماعه بقى خلصت. بصوا بقى وفضلت بنت جانا هو انا اللي بمسح. ففضلت البنت جانا تمسح يمين وشمال وهنا وهناك في كل حته. اقول لها يا بنت سيبيني نعم مش راضيه. تقولي لا ويلا عشان عايزه اتكلم. ما تهدي يا بنت على نفسك شويه. ما انت هتتكلم وانا كنت هاكل التليفون. هو ايه ده؟ طب يلا اديني مستنيه والله انا واثقه انك مش هتنتهوني. ماشي طب انا هنهي معاكم يا جماعه عشان هي هتموت وتاخد تكلمكم بس كده يا جماعه. والوقت اقول لكم مع السلامه. قولوا لها بقى امشي يا رخمه. ده بس خلاص ماشي كلامي يا حبيبتي. ويا جماعه كده بقى خلصت البلكونه ومسحتها كلها مدخلها في كل حته ما سبتش حته وعملتها. وبس كده وبس كده يكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تحطوا اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. دلوقتي اقول لكم مع السلامة باي باي.